السلام عليكم حبايبي واخواتي، وحشتوني قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وعلينا باذن الله. النهارده هنعمل بقى الفطار مع بعض كده. هنعمل محشي وهنعمل فراخ، حاجه كده جميله. تعالوا اتفضلوا معانا يلا. وبالهنا والشفا. بنوتي بتحتفل بيكم وبتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى نعمل الاكل الجميل ده وفي ثواني كده، وهنعمل فراخ طعمها حلو جدا جدا. اول حاجه كده انا جبت الفرخه بتاعتي، غسلتها كويس وفتحتها بالشكل ده. بصوا انا بقى فتحتها كده من ورا، يا دوبك شقتها بس كده من عند الصدر بتاعها، وفتحتها بقى بالشكل ده، واتك عليها بايدي كده بكسر العظم بتاعها. وكمان بشق بس كده حته من الصدر من الناحيه دي ومن الناحيه دي عشان تستوي معايا بسرعه، وكمان تبقى لحمتها كده طريه وجميله. انا كنت نقعاها في المحلول بتاعها. عندكم الفيديو ان شاء الله بتاع تنظيف الفراخ هتلاقوه في القناه. اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليه، هتلاقوا اللحمه بتاعتكم او الفراخ بتاعتكم لحمتها يعني كده طريه وجميله جدا، وطعمها حلو كده وما فيهاش اي زفار. انا فتحتها كده، وزي ما انتوا شايفين بشيل الحته اللي بتبقى تحت علشان طبعا اشيل اي زفاره في الفراخ، يعني تبقى نظيفه كده وجميله. ولحمتها زي ما انتوا شايفين جميله وحمرا ازاي. انا بقى فتحتها كلها، وهاجي بقى من عند الصدر من تحت كده وهشق فيها كده، وكمان من عند افضل كده بقى اعمل فتحات صغيره بالسكينه، يعني عشان تستوي معايا والتتبيله بتاعتي بقى تخش فيها كده من جوه وتستوي معايا وتبقى جميله. يا سلام لو عملنا كده التتبيله بتاعتها دي من بالليل. انا سبتها بقى في المحلول تاني عشان تتنضف كويس بعد ما فتحت فيها كمان، وبدات بقى اعمل الخشاف بتاعي عشان يبقى طعمه جميل جدا. لو بناتكم او انتوا ما بتحبوش الخشاف قوي اعملوه بالطريقه دي، هتدي طعم حلو قوي، تست بسيط خالص زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت بوله، وهي طبعا بسخن شويه ميه كده صغيرين، وهبدا بقى اجيب قمر الدين دوت. انا اخدت منه حته صغيره زي ما انتوا شايفين كده، هبدا اقطعها لقطع صغيره خالص. طبعا انا سايبه الفراخ بتاعتي منقوعه في ميه وخل وسكر وملح وليمون، وسبتها شويه كده. ولو عندنا مثلا نعناع اخضر كده بحط فيها ورقتين من النعناع، بتديها طعم حلو قوي قوي. كل ده وبعد ما بشيلها خالص من التتبيله بتاعتها او من المحلول بتاعها ده، ابدا بقى بشويه ملح كده ادعكها تاني، شويه ملح على دقيق كده ادعكهم واشطفها، تبقى زي الفل ما فيهاش اي نسبه زفاره خالص، بتبقى جميله. يلا بقى نرجع للخشاف تاني. انا بقى قطعت كده حته صغيره من القمر الدين بتاعنا، ونزلت عليه بقى بشويه ميه كده مغليه من الكتل علشان تدوب معايا، يبقى عامل لي كده زي شربات او عصير. وابدا بقى عشان انا هعمل الخشاف بتاعي، لان نسيته خالص وهعمله متاخر. فطبعا لو انت اتحطيتوا في موقف زي ده ونسيتوا الخشاف وعملتوه متاخر، او صاحيين متاخر او جايين من بره، فالوقت يعني مش سعيفكم ان انتوا تعملوه براحته، فهحطه بقى زي ما انا حطيت كده. انا حطيت بقى معلقتين 3 كده من السكر، وهحط على طول الطم، يعني هو هدا معايا كده. انا عبال ما قلبت ودوبت السكر مع مع الميه كويس مع القمر الدين ده بشويه، يعني فاضل له حاجات بسيطه كده. هبدا بقى احط الطم، يعني هحط الطم كده والميه سخنه شويه عشان يتعمل معايا بسرعه، لاني طبعا انا مش عاملاه من اول ما صحيت ولا حاجه، لاني صاحيه متاخر، فكمان عشان يبقى استعجال كده. وبدات بقى طبعا التمر انا غسلاه كويس، لازم بعد ما نقطعه ونجهزه كده غسلاه كويس. وجبت بقى القرصيه بتاعتي وحطيتها، والمشمشيه، وكمان التين اللي هو الناشف دوت. وبدات بقى ان انا اقطع. لو بتحبوا الزبيب، بتحبوا جوز الهند، مكسرات، يعني اللي تحبوه حطوه. وكمان انا بحط عليه فواكه بتبقى طعمه جميل جدا جدا. وطبعا الكميه دي على حسب افراد اسرتنا او العدد اللي بياكل يعني. انا بقى قطعت كده بس المشمشيه بقطعها 2 3 كده، وال التين بقطعه حتت صغيره زي ما انتوا شايفين كده. هتاكلوا بجد احلى خشاف. بعمله كده لما اكون مستعجله، لو مش مستعجله مفيش مشكله، بقوم حطاه اغسله واعمل نفس الخطوات، بس بسيب القمر الدين في الميه السخنه يدوب خالص خالص. وبعد كده لما الميه تبرد خالص تبقى ساقعه، يعني اقوم حاطه فيها التمر بتاعي، واقوم واخداهم على التلاجة حطاهم عشان يبقى ساقع. بس بما ان انا زي ما قلت لكم صاحيه متاخر، فحطيته وغطيته، وفي ثواني بقى قبل ما جه الفطار كان اتعمل وجميل جدا. وما تخافوش، ولا هيبقى طعمه مسلوق ولا هيبقى مهري ولا اي حاجه، هيبقى مظبوط لان انا عاملاه في وقت متاخر. هنا بقى جيت للفراخ بتاعتي بعد ما خلاص كده خدت وقت شويه حلو في التتبيله يعني، ونزلت اي زفاره فيها، اي كتل من الدم فيها، يعني فيها اي حاجه كده تبقى نظيفه. انا كده كده كنت حطاها في المحلول بتاعها قبل ما افتحها.
بس بحب احطها تاني في محلول نضيف بعد ما افتحها كده واظبطها، بقوم حاطه شويه محلول نضيف تاني مش المحلول اللي كانت فيه، واقوم نقعها فيه. جربوا بس الخطوه دي وهتلاقوها استوت معاكم. ولا تسلقوا الفرخه قبل ما تحطوها ولا حاجه، الخطوه ديت لما تحطوها في المحلول من قبل ما تفتحوه، لما تفتحوها كده بالسكينه وتشيلوا الحتت اللي فيها تحطيها تاني، بتشرب من المحلول اكتر، واللحمه بتاعتها بتبقى طريه كده وبيبقى فيها طراوه، ما بتبقاش ناشفه ولا الحته الصدر كده تبقى متضايقه منها، بتبقى جميله جدا وبتبقى بتستوي بسرعه جدا جدا، يعني مش مستاهله ان احنا نعملها من الصبح او حاجه. ويا سلام بقى لو باتت في المحلول بتاعها، ده بتبقى حلوه قوي. باتت في المحلول او قعدت 3 4 ساعات في المحلول، وبعدين نحطها بقى في الخلطه بتاعتها اللي هي البصل والطماطم دي، ونبيتها فيها في التلاجة، بتبقى طعمها رهيب. بس انا زي ما قلت لكم انا كنت مستعجله لاني كنت صاحيه متاخر جدا وما كانش في وقت، كنت بعمل انا وبنوتي بقى. زي ما انتوا شايفين كده قطعنا البصل، يعني البصل ده على حسب ما انتوا عايزين، احنا قطعين بصلتين كبار كده عشان بيبقى طعمه احلى واطعم من الفراخ كمان. وحطينا عليها طماطمايه وملح وفلفل اسمر وتوابل لحمه او توابل فراخ. وزي ما انتوا شايفين بقى بدعكها كويس جدا. خلاص دعكتها كويس جدا، اركنها على جنب واجيب بقى احلى واطعم يعني الصوص بتاعها الرهيب ده اللي بيتحط على الخلطه. بجيب كده 3 4 معالق من الزبادي، طبعا الكميه دي بتاعتكم انتوا، تقدروا تزودوا وتقللوا زي ما انتوا عايزين. كمان جبت كمان الدبس الرمان او دبس العنب، كنت عاملاه معاكم قبل كده. دبس الرمان ودبس العنب كنا عاملينه سوا، بصوا طعمه رهيب بجد، شفتوا شكله عامل ازاي. وكمان جبت بقى معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه كده من البابريكا على طبعا الزبادي، بيدوها طعم حلو قوي وبيدوها طراوه، وهتستوي معاكم وما تخافوش من حته التسويه دي. وحطيت كمان معلقه كده من التوابل الفراخ، بتدي طعم. كل التوابل دي مع الخليط بتاعنا بتدي طعم حلو قوي. وما تنسوش طبعا معلقه الكاري او الكركم لو مش موجود كاري، معلقه حلوه كده عشان تدينا اللون والطعم الرهيب بتاعها، بيدي طعم حلو قوي. وهنظبط طبعا الملح بتاعنا. كل الخليط ده بيدي طعم حلو. ما ننساش طبعا الليمون، ده بقى صويا صوص طبعا بيديها طعم جميل مع الدبس الرمان، بيديها طعم حلو قوي، بيديها لون حلو قوي قوي. والتوابل دي مع الخليط ده كله بيودي الفراخ في حتة تانية خالص، بيبقى طعمها بجد جميل. هنا بقى فصين كده توم هرسناهم، خرطوهم صغير مش مهم، يعني المهم كده نحط فصين 3 من التوم كده على نص ليمونه، ونقلب بقى كل الخليط الجميل ده ونحطه بقى على الفراخ. يا نهار ابيض على الطعم والريحه واللون، طعمها بجد حلو قوي قوي. والخلطه دي بتتاكل والله اكتر من الفراخ بتتاكل. هنبدا بقى نحط بقى ايه الخليط بتاعنا ده على الفرخه. طبعا انا كنت غسلت الفرخه من المحلول خلاص زي ما قلت لكم، وحطيتها تتصفى وجبتها بقى بالشكل الفظيع ده. بصوا شكلها عمل ازاي بقى، بصوا ارجعوا تاني للفيديو في الاول وشوفوا شكله وشوفوا شكلها بقى بعد ما اتفتحت. هبدأ بقى احط الخليط كده واشبع كل الفرخة بتاعتي بالخليط الجميل ده. عايزة كل الفتحات اللي في الفرخة كده تشرب من الخليط ده وينزل جواها بقى الخليط ده، يعني تشرب منها كلها، ما يبقاش مفيش حتة الا وفيها الخليط بتاعنا الجميل ده. بصوا زي ما انتوا شايفين طبعا احنا مفتحين الفراخ من كل حته، وهننزل كمان عليها الخليط. يا سلام طعمها جميل جدا. ممكن نشويها، ممكن نعملها في الصينيه كده، هي كده هتبقى يعني اكنها مشويه وفي صينيه، يعني جمع ما بين الاتنين، الشوي والصينيه. كان طعمها حلو جدا جدا وريحتها بجد قلب الدنيا، وكانت مجوعانا واحنا صايمين. بس كده عملتها بقى كده، وتسيبوها 10 دقايق بالظبط مش اكتر من كده. هنسيبها كده 10 دقايق وبعدين نسويها. ويا سلام لو سبتوها اكتر من كده تبقى جميله. بصوا شكل الفرخه عامل ازاي، شكلها تحفه ازاي. وعملنا بقى المحشي، كنت حاشيه من بالليل، وشوربه لسان العصفور والسلطه، وبألف هنا وشفاء. بجد كان طعمه جميل جدا الاكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وكارما بتقول